حاجة غلط ممكن تعملها هي إن أنت يبقى عندك مشكلة وتحكي لواحد صاحبك ويقول لك أنا كان عندي نفس المشكلة دي ورحت الصيدلية وجبت الدواء الفلاني أو المضاد الحيوي الفلاني وجاب معاه نتيجة من أول يوم، وأنت تاخد كلامه وتروح الصيدلية وتشتري نفس الدواء وتستخدمه بنفس الطريقة حتى من غير، مش هنقول حتى إنك تكشف، من غير حتى ما تاخد رأي الصيدلي الموجود. في الفيديو ده عايز أكلمك عن 3 أخطاء شائعة غلط جدا. طبعا اول غلطه زي ما قلنا هي انك تعتمد ان الدواء اللي نفع صاحبك او نفع غيرك هينفعك. كل حاله مرضيه وكل شخص ممكن يناسبه حاجه ما تناسبش غيره، وده بناء على كلام الدكاتره والصيادله. تاني حاجه وهي المضاد الحيوي اللي انت جبته وخدت منه شريط او حبايتين او 3 او يوم او 2 وركنته فتره، وبعد كده جالك نفس الدور تقريبا، فدورت على المضاد الحيوي اللي عندك الحبايتين الموجودين، خدت واحده الصبح وواحده بالليل واعتمدت ان هو كده هيخففك زي ما خففك المره اللي قبلها. عايز اقول لك انك تعمل كده اكبر غلطه ممكن تعملها، وهي انك انت بتزود مقاومه البكتيريا للمضادات الحيويه وبعد كده مش هنلاقي لها علاج تاني. تالت غلطه وهي اسهل حاجه واكتر حاجه الناس بتعملها شبه يومي، وهي برشامة البايكوفان او المسكن، واستخدام المسكن بشكل متكرر وبشكل مبالغ فيه. ده طبعا بيعمل مشاكل كبيرة على مستوى المعدة، على مستوى الضغط، الكلية، السكر. فاستخدام المسكن بشكل متكرر انا شايف ان هو اكبر حاجة غلط ممكن تعملها وممكن توديك لمشاكل كبيرة جدا، ولازم توقف عنها فورا، وهي استخدام المسكنات بشكل متكرر وبدون داعي. اتمنى لايك للفيديو واشتراك في القناة، واستنى فيديوهاتنا الجديدة ان شاء الله، واشوفكم في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.